شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نديروا فيديو بعنوان المسجد الأعظم واللغة العربية وفرنسا والمخزن المراكشي والحركة البربرية. للوهلة الأولى يقول لي واحد واش راك تخلط، واش راك تخربط، وشنو هذا العنوان؟ وشنو هذه التشخشوخة ولا التكتوكة راك ديرها لنا في العنوان؟ ولكن سنجيبكم بحول الله. ولا يجي واحد يقول لنا واش دخلك انت في العربية، في اللغة العربية، خاصة من صحاب لاكندورة. راكم تعرفون صحاب لاكندورة ديرهم في شبه الجزيرة العربية، ومانيش نعمم، لأن في واحد الأيامات خرجوا منهم الناس يقولوا لنا واش دخلوكم نتوما في اللغة العربية، اللغة العربية تاعنا. نعم صح، اللغة العربية كانت تاعك، كانت تاعك قبل ما ينزل القرآن، ولكن عندما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن باللغة العربية فأصبحت ملك لجميع المسلمين. تسمع لاكندورة كانت في الماضي قبل ما ينزل القرآن كانت اللغة العربية حكرا لك ولأجدادك، بعد ما نزل ربي سبحانه القرآن باللغة العربية فأصبحت لكل المسلمين، ليس حكرا على العرب فقط. وكاين حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام واش يقول فيه، دوك نجيبه لكم خوتي الحديث. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، وإنما العربية هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بمجرد أنك تتكلم العربية، ولا كنت قبيلي ولا فورسي ولا جاوري ولا المهم أعجمي، أصبحت عربيا. ونقطة إلى الصدر. وثانيا بغيت نذكر واحد الحاجة، كاين بعض الخوات هموني بسوء عندما درت فيديو ما قبل الأخير اللي قلت لهم دعموني. كلمة فهمونيش، مانيش نقول دعموني بالدراهم يا خوتي، لا، الحمد لله الكفاف والعفاف. رانا نقولوا لكم دعموا القناة باللايكات ونشر الفيديوهات. علاه راهم يقومون أبناء بوخوس الخائن بالتبليغ عن القناة. عدة فيديوهات راهم نحاول. نروحوا الآن إلى الموضوع تاعنا، المسجد الأعظم بالمحمدية، أو كما كانت تسمى تلك الجهة بلافيجري. وهذه لافيجري خوتي سميت على أحد الآباء
أو بالأحرى كما يسمى أب الحركة التبشيرية المسيحية الفرنسية في الجزائر، إبان الاستدمار الفرنسي. والحمد لله الآن أصبحت تسمى تلك المنطقة بالمحمدية نسبة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وفوقها أحد أكبر المنارات الإسلامية. فلهذا موتوا بحقدكم أيها الأنجاز. اللي ما عجبوش الجامع يخبط راسو على 100,000 صور ولا يرمي روحه في البحر. وأخصص بالذكر المخزن المراكشي وأصحاب الحركة البربرية أو الفرنكو بربرية. وسأعطيكم أدلة خوتي، وتعرفوني نجيب بالأدلة من كتاب قيم. خوتي ننصحكم تحملوا هذا الكتاب وتقرأوه. كتاب قيم بأتم معنى الكلمة لصاحبه الدكتور أحمد بن نعمان، بعنوان فرنسا والأطروحة البربرية، الخلفيات، الأهداف، الوسائل والبدائل. وهذا الكتاب خوتي كتب في الجزائر 15 شعبان 1431 هجري، الموافق ل 25/7/2010. عنده 10 سنين هذا الكتاب. تقول اليوم خرج في 2020. سبحان الله، راه يتكلم على بعض الأشياء مخك يحبس، تقول راح دوك يتكلم عليها دوك في هذه الأيام. سبحان الله. اللي يحب يحمل هذا الكتاب يروح لجوجل كرومبرك، الجوجل موتور دو ريشيرش جوجل، يكتب كتاب الدكتور أحمد بن نعمان الأطروحة الدكتور أحمد بن نعمان فرنسا والأطروحة البربرية، يخرج له الكتاب ويحمل. حاجة سهلة معه. نقول الموضوع تاعنا خوتي. هذا لافيجري كما قلنا الأب الروحي للحركة. كما قلنا أن هذا لافيجري هو أب الحركة التبشيرية المسيحية الفرنسية في الجزائر، إبان الاستدمار الفرنسي. عنده واحد المقولة مشهورة، أنا عارف بلي أغلب الجزائريين لم يسمعوها. جابها هذا الكاتب، نروحوا لها مباشرة في الصفحة 267. ماذا يقول لافيجري؟ ماذا يقول لدولته الفرنسية اللي يحبوا الدولة تاعهم؟ ماشي كيما الرخص اللي عندنا هنايا، الخونة من أمثال زيطوط وأتباعه، الخونة. اسمع واش يقول لافيجري هذا باش تعرفوا واش راه يصرى الآن وباش تفهموا العنوان تاعي.
لماذا ربطت بين المسجد الأعظم واللغة العربية وفرنسا والمخزن المراكشي والحركة البربرية أو الفرنكو بربريين؟ واش قال هذا لافيجيري؟ أبو الحركة التبشيرية في الجزائر أمام الوالي العام في المؤتمر المسيحي. اسمعوا خوتي، حلوا ودنيكم باش تعرفوا إن فرنسا لا يمكنها أن تنجب من الأجيال ما تعمر به أرض فرنسا وأرض الجزائر الفرنسية في نفس الوقت. يعتقدون أن الجزائر ستبقى لهم، ولكن الحمد لله عادت إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فلهذا سميت المحمدية نسبة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لافيجري سابقا إلى هذا أب الحركة التبشيرية الفرنسية في نفس الوقت، ولكن اطمئنوا، شو واش يقول لهم؟ سيادة الوالي العام، وطمئنوا الدولة الفرنسية بأننا وجدنا حلا لهذه المعضلة. على بالهم بلي ما ينجموش يكونوا أجيال من فرنسا ولا من الجزائر باش ينشروا المسيحية تاعهم. واش قال لهم؟ إننا عازمون على تمسيحي يعني يردوا الناس مسيحيين، يخرجوهم من دينهم الإسلامي إلى المسيحية، يعني التمسيح. عازمون على تمسيح 2.5 مليون من القبائل. سمعتوا خوتي؟ على هذه راهم مركزين على القبائل، مركزين على الأمازيغ القبائل، وخاصة منطقة تيزي وزو بجاية بويرة بومرداس. وانا راني واحد قبايلي، انا واحد بينتيني ذا قبايلي، سيت مرسل القبايل سكيذوران الجرجرة، وراني نقولها لكم باش واحد ما يجي يقول لي تا عربي وتغش القبايل والهضره الزايده هذيك. الى تمسيح 2.5 مليون من القبائل، وحين يتم لنا ذلك فهم الذين سيمسحون لنا الجزائر كلها، بل إفريقيا كلها. فهمتوا اللعب وين راه خوتي؟ هذا هو التخمام تاع فرنسا، او بالاحرى يهود فرنسا، شكون مام هما اللي حاكمين فيهم يهود، طائفه يهوديه. ودوك نزيد نجيكم نعطيكم براهين. واش قال لهم هذا المسيحي هذا لافيجري؟ قلنا اب الحركه التبشيريه المسيحيه في الجزائر. قال لهم ما تقلقوش ما تقلقوش، قال لهم سنعمل الى تمسيح 2.5 ملايين قبيلي، وعندما نصل الى هذا المبتغى، هادو 2.5 ملايين من القبائل هما اللي حينشرون المسيحيه في الجزائر كلها، واكثر من ذلك يزيد هما اللي يمسحون افريقيا كلها. ولكن باش يحققوا هذا المبتغى كاين ناس لازم يعاونوهم خوتي،